هنا حسام عبد المجيد بيحاول بشتى الطرق ان هو يخسر نادي الزمالك او يخليه على الاقل يتعادل. دي كوره من الدقيقه 10. لعبها حسام عبد المجيد، طلع باع نفسه خالص. دي كوره تانية، حسام عبد المجيد بس غلط خالص، اتسبب ان احنا يجي علينا شوطه خطر جدا. الكوره التالتة على طول كوره زي دي، محمد شحاته رافع له ايده موجود في نص الملعب ما لعبلوش. نكمل الكوره، لعب كوره ما عملناش بيها اي حاجه. هات الكوره التانية نفس الكوره، لعبها لمين؟ مش عارفين. حسام عبد المجيد انت بتتفنن ان انت في كل ماتش الزمالك يبقى متقدم فيه تغلط غلطه تخليه يتعادل، تغلط التانية تخليه يتغلب. انا نفسي اعرف، يعني مش عارف، هل انا مثلا مأفور الموضوع معاك؟ هل انا مثلا شايف حاجه ما حدش شايفها؟ بس انا مش شايف يا حسام عبد المجيد غير ان انت واحد تقريبا ليك يعني انت ليك اهدافك، عايز تمشي امشي. اصلا انت مدافع وحش، انت اصلا مدافع وحش، وانا بتكلم عليك من زمان ان انت مدافع وحش. صلاح مصدق برقبتك، محمد اسماعيل برقبتك، الونش ما ينفعش اصلا احط اسمك جنب اسم الونش. فانا مش عارف اللعيبه دي يعني بتعمل كده ليه؟ انت ولا حاجه وفاكر نفسك حاجه، طب ليه؟ انا مش عارف. عموما ده حسام عبد المجيد وده مستواه، علشان الناس اللي عماله تشكر قوي في حسام عبد المجيد. شكرا جدا.